مساء الخير يا جماعة. الحقيقة النهاردة حابب أجرب حاجة جديدة كده، وهي إن أنا في أغنية عايز أراجعها معاكم. ولو الموضوع ده نجح نكرره تاني، ما نجحش نكرره تاني برضو عادي، خليكوا فريش يعني. فلو جينا نبص السنة اللي فاتت إيه أكتر أغنيتين نجحوا، هنلاقي إن هما البخت بتاعت ويجز وقالوا عليك بتاعت محمد سعيد. انا لا جاي راجع دي ولا جاي راجع دي. ولكن بعد البخت ويجز ما سمعناش عنه في طبق اليوم، لكن محمد سعيد بعد قالوا عليكي نزل شويه اغاني حلوه. والاغنيه اللي انا بقى حابب اتكلم عنها وليه هي حلوه هي الاغنيه اللي نزلت بعد قالوا عليك على طول، وهي اغنيه والحل ايه. ما تيجي نخش في الموضوع. خايف نرجع من تاني، خايف قلبك ينساني، خايف لا تروحي وعاني، وخايف جوه عينيكي اتوه. من اول 4 جمل احنا خلاص فهمنا القصه ايه، فهمنا ان في علاقه توكسيك من طرف واحد اللي هو خايف نرجع من تاني. وهنا ده تسلسل حصل قبل كده، فهو بيقوله لك اللي هو احنا رجعنا تاني وقلبك نساني ورحتي وانا عانيت وفضلت انا جوه عينيكي تايه. وبيقول لنا بقى ايه، فده شرح الاحداث، بعدها دلوقتي المشاعر اللي نتجت عن الاحداث دي. باين على عيني عذابي، ما بقالي سنين وحداني، فاكر ولا يوم بنساكي، ومش قادر على بعدك يوم. اهو عظيم جدا عظيم. وتاخد بالك من خايف جوه عينيكي اتوه، وباين على عيني عذابي، برضو حاجه لقطه كده ايه، لفته جماليه يعني. وهو وبين لنا انه الكلام اللي اتقال ده هكس، هو مفيش بقى خايف وتضارب، لان في النهايه انا فاكر ولا يوم بنساكي ومش قادر على بعدك يوم. هيبتدي بقى يشرح لنا ليه الكلام ده حصل، عشان لما يقول لنا الكلام ده تاني نبتدي نفهمه اكتر. كان لي انا كلامي عليكي وليكي، وليه انا بفكر فيكي، انا لما ناديتك ما جاوبتيني، ورحت بعيد ومشيتي، وانا من حبي عشانك سلمت وقلت تعدي وعادي، بس انا جوايا بتغلي النار لما اشوفك قدامي. اهو ده الموضوع باختصار. كان ليه انا كلامي عليكي وليكي، وليه انا بفكر فيكي، ما انا لما ناديتك ما جاوبتيني ورحت بعيد ومشيتي، اللي هو انا جيت ورميت مشاعري وانت قلت لي روح شوف لك كلبه. فتمام، ورغم كده انا عشان بحبك عديت الموضوع. قال يعني ما هو هنا برضو في ايه، اللحظه تهجيس مع الذات، اللي هو قال يعني انا بيني وبينك العشم انه ايه، على فكره انا هعديها لك، وهي اصلا ولا انت في دماغها ولا نيله. عظيم عظيم. وبعدها اصلا هيبدا بقى قمه التهجيس، اللي هو بقى ده بقى يعني عارفين المراحل بتاعه الجريف، ان انت تتخطى حد بيبقى في اول خطوه فيهم الدينايل، انكار. خد بقى شويه انكار جايين عليك اهم. وإن قلبي ناداني هرفض نرجع من تاني، لو كنت مكاني كنت بقيت أنا من الماضي. هنا في بقى انكار ضخم في ان احنا متساويين في مشاعرنا، اللي هو ان قلبي ناداني قال يعني الاوبشن متاح، على فكره بقى انا هرفض نرجع من تاني. ده هكس، قمه الهكس طبعا، هو مفيش الاوبشن. وبعدها بيقول لها لو كنت مكاني كنت بقيت انا من الماضي. بيبتدي بقى يصارح نفسه شويه، اللي هو لو الايه كانت معكوسه كان زمان انا بقيت من الماضي، فعلى فكره بقى انا مش هحصل، مش هرجع. ولكن هنا بيبتدي بقى ايه، ننزل لارض الواقع. وبلاش تتمادي في أحلامك يوم من غيري، اللي هو هي بعدت فعلا ومش فارق لها. فهنا انا بيبتدي ينزل اللي هو طب يعني انت خلاص تخطيتي ورسمتي دنيا وطريق واحلام من غيري. ايه ده، هو ازاي ده بيتعمل؟ ويا ريت أنساكي عشان أعرف أحب طريقي. برضه تمنية للنفس، اللي هو يعني نفسي انساكي عشان اعرف ابص بقى في الحياة. فهمنا القصه، بيقوم راجع بقى للكورس تاني. وهنا مش عشان يرجع للكورس اللي هو يا جماعه انا قلت لكم مشاعري، بعد كده شرحت لكم انا المشاعر دي ناتجه عن ايه، بعد كده بفكركم بالمشاعر اللي انا قلت لكم عشان تفهموا دلوقتي معاكم كونتكست انا مين. شوفوا بقى مشاعري ايه. خايف نرجع من تاني، خايف قلبك ينساني، خايف لا تروحي وعاني، وخايف جوه عينيكي اتوب، باين على عيني عذابي، ما بقالي سنين وحداني، فاكر ولا يوم بنساكي ومش قادر على بعدك يوم.
من وجهة نظري بقى اللي ممكن تبقى غلط عادي جدا، ومحمد سعيد يمكن كان بيصطبح حسن وبيكتب الاغنيه دي وما بصش للكلام ده، ولكن انا شايف ان دلوقتي بقى احنا بناخد فلاش باك لمشهدين عشان نعرف ايه اللي وصلنا لكل ده، التوكسيسيتي دي كلها جت منين. فعندنا الاول انترو كده على المشهدين، عارف اللي هو ايه الدخل على المشهدين. والحل ايه ما بين قلبي وبينك وانت غايبة انا بسأل فينك. فهو اهو انا بس تفتح كلام بس بعرفكم ان هو برضو مفيش رايح جاي، هو الحل ايه ما بين قلبي وبينك، مفيش بقى بيني وبينك، لان هو بس في ان انت غايبه وانا بدور عليكي. اول مشهد كان فراق انا سهل عليك ونسيتنا ليه وغريب، حبي ليكي ما كانش بايدي لما سبتك يوم تنسيني، كنت فاكر قلبي عليك. اول مشهد اهو، كان فراق انا سهل عليك ونسيتني انا ليه، حب ليكي ما كانش بايدي لما سبتك يوم تنسيني كنت فاكر قلبي عليك. هنا اصلا في جزء برضو تهجيس مع الذات، اللي هو لما سبتك يوم تنسيني، هو سبتك دي اللي انا بحس نفسي ان انا ليا يد في الموضوع، ولكن هو رياليستيكلي اللي باين انه كان فراقنا سهل عليك، احنا اتخانقنا فكان فراقنا سهل عليك، فانا حسيت اللي هو خلاص انا هسيبها، وهنا غالبا هسيبها بتمنيه انه هي ترجع، لان بس انا خدت بالي انه ايه ده انا فراقي طلع سهل عليك، وان انا لما سبتك يوم تنساني كنت فاكر انه قلبي عليك، لكن الحقيقه ان انت طلعت مش فارق لك. نخش بقى على تاني مشهد، وتاني مشهد ده واضح ان هو اخر مشهد حصل بينهم. وسط الكلام انا كنت قاسي عشان غلاوتك مش كلام، مش محتاجة لي وقلت عادي وكنت ظالم يا ملاك. الجملتين دول ممكن يبقوا احسن اغنيه، احسن جملتين في الاغنيه كلها. وسط الكلام انا كنت قاسي عشان غلاوتك مش كلام، جمله قويه قوي، جمله قويه قوي مع انها سيمبل. فاحنا برضو احنا رجعنا تاني وحصل كل ده زي ما الكورس بيقول، وحصل المشهد ان احنا اتخانقنا وسط الكلام انا كنت قاسي، بس ده عشان انت غلاوتك مش كلام، غلاوتك في كل حاجه تانية انا بعملها. الجمله اللي بعدها بقى مش محتاجالي وقلتي عادي وكنت ظالم يا ملاك، يعني انت مش محتاجالي وسبتيني وقلتي عادي مش فارق لك وكنت ظالمه، ورغم كده انا لسه شايفك ملاك وكنت ظالم يا ملاك. ايه ده ايه ده ايه ده؟ مادام نسيتي بلاش تعودي عشان مفيش ليكي مكان، ونحن قلبي مرة ليكي هقفل عليه كل البيبان. في دبانه ومادام نسيتي بلاش تعودي عشان مفيش ليكي مكان، ونحن قلبي مره ليكي هقفل عليه كل البيبان. ده برضو جزء دينايل تهجيس جدا. الجزء ده كان ممكن ما يبقاش دينايل ويبقى نهايه التخطي ويبقى اكسبتنس وتقبل لو كانت الاغنيه خلصت هنا، لكن الاغنيه ما خلصتش هنا. لا، لو كانت خلصت كان هيبقى خلاص اللي هو ده كان اخر موقف بينا، وما دام انت نسيتي امشي، انا مش عايزك ومفيش ليكي مكان عندي، ولو قلبي حن ليكي انا هفشخه، انا هقفل عليه كل البيبان عشان الموضوع ده ما يحصلش. ولكن الاغنيه ما خلصتش على كده، وده اللي يثبت ان هي برضو تهجيس وتمنيه للذات، لان الاغنيه خلصت على ايه؟ خايف نرجع من تاني، خايف قلبك ينساني، خايف لا تروحي وعاني، وخايف جوه عينيكي اتوب، باين على عيني عذابي، ما بقالي سنين وحداني، فاكر ولا يوم بنساكي، ومش قادر على بعدك يوم. بس الاغنيه خلصت برضو على فاكر ولا يوم بنساكي ومش قادر على بعدك يوم. انه انا ممكن اهجس مع نفسي واحاول اقنع نفسي انه ده فيه خد وهات ومش عارف ايه، ولكن هي الحقيقة انه انت توكسيك، وانت تيجي تنسيني وتبعدي وتسيبيني انا تايه وباين على عيني عذابي وبقالي سنين وحداني. بس كل ده مش مهم، لان في النهاية انا فاكر ولا يوم بنساكي ومش قادر على بعدك يوم. بس يا جماعة، فأنا شايف إن الأغنية دي جميلة أوي الحقيقة وتستحق إن هي تتسمع. فلو يعني جت قدامك اديها فرصة يعني، وقولوا لي إيه رأيكم في المراجعة الجميلة دي. لو عجبتكم ما عجبتكوش، آراء، مقترحات لأغاني، اقترحوا أغاني تانية نراجعها، حاجات تانية نعملها. الموضوع بسيط يعني، إحنا بنهرج مع بعض. بس يا جماعة شكرا.